بعيد عن الوصفات التقليدية. وصفة شهية جدا يا جماعة، وفراخ بصوص الكريمة مع إضافات مميزة علشان تخليها وجبة متكاملة. مش هنحتاج جنبها أي حاجة خالص، يعني هي كده جنبها حبة رز وتبقى تمام قوي. بصوا يا جماعة، تحضيرها سريع جدا وهي شهية جدا، ووصفة غير لو انتوا عملتوها هيدمنوها في البيت، يعني فعلا جميلة قوي. بصوا هنا حبيت اوريكم الفراخ، بصوا دايبة قوي قوي قوي. يعني حتى مش عارفة امسكها من كتر ما هي دايبة، وطعمها تحفة وبتتقطم قطمة، والصوص مميز جدا. طبعا حط له هنا هو اضافات علشان يبقى قيمة غذائية عالية، ويبقى زي ما قلت لكم وجبة متكاملة. بنقدمه طبعا زي ما قلت لكم مع الرز الابيض وصوص والسلطه الخضراء، سلطه خضراء عاديه بتاعتنا، وكده تبقى الوجبه تمام، ما فيهاش اي حاجه ناقصها، مش هنعمل اي حاجه تانية جنبها. بصوا يا جماعه فعلا حلوه قوي، جربوها فعلا وهتدمنوها، يعني في البيت هيطلبوها منكم على طول ان شاء الله، وكأنها عزومة، وهي في الأصل معمولة بخطوات بسيطة جدا. ندخل بقى في الوصفة على طول. في الطاسة بنجيب معلقة من زيت الزيتون، معلقة كبيرة من زيت الزيتون. بصوا يا جماعة، كل المواد الدهنية اللي أنا بستخدمها هنا زيت زيتون وزبدة. حتى اللي يشوف وصفاتي واللي مشترك في القناة وعارف وصفاتي، ما بستعملش أي حاجة صناعية، زيت زيتون وزبدة، وده صحيا طبعا أفضل بكتير. هو دي الحاجة الصحية يعني. هنا ما كانش عندي صدور فراخ، فانا كان عندي الفراخ فيليه، فماشي برضو مفيش مشكله، تمشي كده وتمشي كده. هنا بنحطها وبنتبل بالملح والفلفل الاسود واحنا شغالين كده في الطاسه على طول. عايزين الفراخ تاخد اللون الذهبي، يعني هنسيبها لغايه ما تتشوح وتاخد اللون الذهبي ده كده بالظبط تمام اللي احنا عايزينه. هنشوحها على الجنبين، وبعد كده بنرفعها في طاسة على جنب، وفي نفس الطاسة بننزل بقطعة الزبدة، وبعد كده هو بننزل بالمشروم، كوباية من المشروم. هنا عندي المشروم كان اللي هو المعلب، ممكن تستخدموا المشروم الفريش، بس انا هنا ما كانش فيه مشروم فريش، فنزلت بالمشروم المعلب وهو متقطع جاهز كده. فطفته شطفة وصفيته من المية اللي فيه عشان المواد الحافظة والكلام ده كله، واستخدمته. بعد كده عندي 4 ل5 فصوص ثوم مقطعين تقطيع صغير او مهروسين، وبنزل بيهم بقلب الكلام ده كله. طبعا هنا انا ما احتاجتش وقت كتير، هو مجرد بس لغايه لما الثوم ياخد لون، علشان هنا المشروم مستوي يعني هو جاهز، ما مش محتاج حاجه. الفريش هياخد وقت اكتر. بعد كده حطيت المشروم والثوم على الفراخ في الطاسه التانية اللي مجهزاها، وحطيت هنا حوالي كوبايتين من الشوربه علشان هسوي فيهم الكلام ده كله. وطبعا كل حاجة بحطها بتبقى مدروسة، انا بحطها ليه وبحطها ازاي، بحيث ان انا تبقى المكونات كلها ما فيهاش ضرر. هنا حطيت نص كوباية من الكريمة يا جماعة، نص ازازة، نص علبة الكريمة اللي هي بتبقى جاهزة دي، اللي هي عاملة زي علبة العصير، بستخدمها نص الكمية كفاية قوي. وفي نفس الطاسة جبت قطعة برضو من الزبدة، وحطيت معاهم كوباية من لسان العصفور ده، دي إضافة من عندي رفعت القيمة الغذائية وخلتها وجبة متكاملة، عشان محتاجش أعمل جنب الأكلة دي أي حاجة غير حبة الرز وخلاص وسلطة وتمام كده. هنا برضو الجبنة الموتزاريلا أو جبنة بارميزان زي ما انتوا عايزين بنحطها، طبعا إضافة دي إضافية اختيارية، لو مش عايزين تحطوها ما تحطوهاش. وهنا حطيت فلفل رومي متقطع قطع صغيرة، برضو ده اختياري عشان بحب حاجة خضرة كده بتزين الطبق وبتخليه وبترفع برضو القيمة الغذائية. طبعا يا جماعة الوجبة دي تحفة، وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. جربوها ويبقوا لي رايكم في الكومنتات ان شاء الله. هتعملوها على طول وتطلب منكم على طول في البيت باذن الله. جربوها، بون ابيتي. اشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله في حفظ الله.
زود يعني.